قناتكم شيواتوريا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان كريم، نتمنى يدخل عليكم بالصحه والسلامه. اليوم كيف كتلاحظوا ماشي المطبخ ديالي، المطبخ ديال الصديقه ديالي اكرام. كانت واجد في البيت ديالها اللي غادي تقدم لنا شباكيه بالطريقه ديالها الخاصه. تفضلي اكرام. السلام عليكم، بسم الله. غادي نبداو. كنديروا نص غرفيه ديال الجنجلان محمر ومطحون، ونزيدوا عليها نص غرفيه ديال الخميره البلديه. الخميره البلديه صاوبتيها في الدار؟ واه، كصاوبتها في الدار. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. وكنزيدوا عليها قبصه د الملح، واحد البيضه، شويه الخماره تاع الخماره غير قبصه. عندنا حيت راها دارت الخماره البلديه. عندنا نص كاس ما زهر، نفس الكاس غادي تعبر به الخل، ربع كاس ربع كاس. عندنا غرفيه نص ديالها زبده وزيت، يعني نص غرفيه نتاع عريدان خلط ما بين الزبده والزيت. وعندنا الربع تاع الغرفيه نتاع الماء وشويه زعفران ملون غذائي، يستحسن اذا كان عندنا زعفران شعره من الاحسن. بسم الله، بسم الله على بركه الله. الدقيق شحال غادي تقريبا تحتاج؟ غادي نحتاج لحساب كيلو ونص حتى 2 كيلو. 2 كيلو ونص ديال الدقيق. دقيق حسب الخليط. حسب الخليط. يعني شحال كتخرج لك هاد المقادير؟ هاد المقادير كيخرجوا 3 كيلو. 3 كيلو، تبارك الله. الله يبارك فيك. وكنزيدوا الطحين. بسم الله. الدقيق يعني بالتدريج حتى كتجمع لك، كتكون قاصحه ياك اكرام؟ كنديروها قاصحه باش تجي زينه في الطوراق وفي الشباك. تحتاج انها تدلك؟ لا، غير تجمع، ما كتجمعيها الاطراف ديال الاصابع. نبقاو نخلطو حتى تجمع لنا وما ندلكوهاش. الريحه ديالها عطاتها تبارك الله زوينه مع الخميره البلديه، عطات واحد الريحه زوينه بزاف. كتجمعيها نجمعوها، نزيدو شويه الطحين على حسب. شوفيها صافي قصح حتى تطريبي الطحين. هاهي اجتمعت على هذا الشكل. ما ارتحت واحد شويه مباشره غادي تخدمها، يعني ماشي بزاف. كتغرقيها المره الاولى بالوراق او المدلك، عاد ترجعيها في الماشينه ديالها. ما نخليوهاش ترتاح مباشره، كنخدموها، كنقطعوها كريسات صغار وكنورقوها بالوراق شويه كترطاب، ومن بعد كنفوتوها في الماشينه على رقم 6. كما اللي قلها على الرقم 6. على 6. شحال كتورقيها من مره؟ مره واحده. مره واحده في الماشينه. هي كتخرج رقيقه بعدا. بسم الله. كديري من 6؟ كنديرو 5 6 كنقطعو. صافي كنطويوها على هذا الشكل. كتجمعي لها الجناب ديالها، نخرجوها. صافي كنقطعو لها هكا الجناب الا كانوا كبار شويه. صافي زيريها كتخرج هكا. عاودي معنا واحده اخرى. 2 3 4 5 6 نقطعو.
وغادي تستمر بهذه الطريقه حتى كتكملهم. كتخليها ترتاح اكرام ولا كتقليها مباشره؟ غير كنساليوها كنبديو نقليو ونسلو. يعني هذه الكميه باش تساليها راه كتفوت واحد 2 سوايع تقريبا هكاك. غادي كتكون يبست وكتقلى وكتعسل كيف كتلاحظوا معنا. بعد ما سالينا الكميه ديال الشباكيه خليناها بيد ما طيبت العسل اكرام. عاوتاني العسل حتى هي زوينه. غادي نعطيكم المقادير ديالها وغادي تلقاو المقادير في صندوق الوصف. من بعد ما سخنت الزيت على نار مهيله كتقلى الشباكيه باش ما تحرقش وطيب مزيان. العسل كيف كتلاحظوا هي هذه تبارك الله جاتها زوينه. فيها يطرد الماء. 2 كيلو ديال سنيده، واحد الكموسه فيها شويه ديال الاتاي. زيدي اكرام شويه ديال الزعتر، شويه ديال الشيح وشويه ديال القرفه عواد والحامض. كطيب في الكوكوت. سدي عليها الكوكوت كتعطي هذه النتيجه زوينه رائعه. جات لها زوينه. مده الطهي ديال العسل 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه. وكنأكد على القلي انه يكون على نار مهيله باش ما تحرقش. وكتعطي هذا اللون الرائع. جات ذهبيه وزوينه. الريحه ديالها رائعه. الله يعطيك الصحه اكرام. هذه النتيجه ديال الشباكيه جات زوينه ومقرمشه ورائعه. والريحه ديالها زوينه مع الخميره البلديه رائعه وناجحه. واللي عجبني فيها انها ما كتدلكش ما كتاخذش الوقت انها تيبس. يعني في نهارها كديريها في ليلتها كتقليها وما كتاخذش الوقت بزاف. ونتمنى يدخل عليكم شهر الكريم بالصحه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. أشكرك إكرام وكنقول لك شكرا وإلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.